زي ما عودناكم في الكسير كل مرة بنفتح ملف جديد وقضية جديدة طبية. والنهاردة هنتكلم عن الغذاء أو التغذية. وعلشان كده احنا جبنا لكم يعني أستاذ التغذية أو زي ما بيقولوا عليه حوت التغذية. معانا ومعاكم دكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم. يعني حضرتك طول عمرك من أول ما طلعت في الإعلام وأنت مثير للجدل. انا ما استحقش التقديمه دي خالص، انا اقل من كده بكتير. لا ازاي انا مجرد باحث فقط لا غير. ربنا يخليك. شكرا. حضرتك دايما شايف او بتقول انه التغذيه هي نمط حياه. ازاي ممكن يعني نهتم بالتغذيه بدون الاحساس ان احنا محرومين؟ يعني طول الوقت بنسعى ان احنا نعمل دايت، نخس، نحافظ على جسمنا. بس حضرتك صاحب مدرسه ان احنا نحافظ على صحتنا. الدايت وسيله وليست غايه. مم. الغايه هي الصحه. نقص الوزن هو وسيله للحصول على الصحه، وبناء عليه يبقى اولى مبادئ الرجيم هي الوفاء بالاحتياجات الغذائية الأساسية. ما ينفعش أقول الحمد لله أنا بقالي شهرين لا باكل لا عيش ولا رز ولا مكرونة، مفيش كده. أمال أجيب الجلوكوز منين؟ مم. أنا ممكن أستغنى عن بعض حاجات اللي هي افتكاسات، آه. سكريات، حلويات، ماشي، مم. إنما النشويات ما أقدرش أستغنى عنها. العيش البلدي. العيش البلدي مم. ده عم النشويات. مم. كنا عملنا مؤتمر في 2004 أعتقد، كان وركشوب دولي، كان حضروا دول كتيرة عن الخبز على مستوى العالم. أفضل خبز على الإطلاق هو الرغيف البلدي المصري، تركيبته اللي هو 82 إلى 87% استخلاص. يليه خبز سعودي تقليدي اسمه المرصيع. اما ان انا اجيب القمحايه اشيل القشره لوحدها واعملها عيش واسميه سن، اخد اللب الجواني الابيض لوحده واعمله عيش واسميه فينو، طبعا انا كده بعك. يعني عايز حضرتك تقول لي انه العيش البلدي، انا ده طول الوقت عمالين يقولوا عيش البلدي ده دقيق ابيض، والدقيق الابيض هو سم ابيض. لا، العيش البلدي هو دي اسمر، دي دي استخلاص 82% الى 88%. يعني ناكل وقلبنا جامد. ناكل طالما ما عندناش حساسيه جلوتين. اه، وده نعرفها ازاي؟ دي بناكل اي حاجه تبع فيها جايه من القمح بتقلب لنا القولون. مم. ولو رحت كلفت خاطري ورحت عملت تحليل هيقول لي عندك حساسيه جلوتين ولا لا، انما بالتجربه لا، بتبان طبعا. حساسيه الجلوتين جت ازاي؟ خليني برضو اوضح حاجه مهمه بعد اذن حضرتك. الدواء يحتاج 2 عشان تقدري تحلفي على الاثار الجانبيه بتاعته. الاكل يحتاج 60 سنه عشان تحلفي على الاثار الجانبيه بتاعته. ده بان امتى؟ بان اما حصل لعب في الهندسه الوراثيه في القمح سنه 1970. ابتدينا نجني السلبيات عند بعض الناس اللي عندهم حساسيه جلوتين. يمكن الكلام ده من 5 أو 10 سنين بس، ابتدت تبقى فجه واضحه. يعني بقينا يعني بعد نعرف مرور بقينا نعرف موضوع اه الحساسيه. ابتدت تزيد عند الناس حساسيه مم. الجلوتين. مم. طبعا لما حصل تعديل في الهندسه الوراثيه ابتدى ماده الجلوتين اللي جوه القمحايه اللي هي نوع البروتين القمحي ابتدت تتركز، فابتدت تبقى ماده صمغيه شديده تخش القولون تبهدله. ايوه. عشان كده ابتدت تحصل مشاكل كتير قوي من القولون، وبيحصل اسهال وانتفاخات وي وي وي. مم. ده عند بعض الناس مش كل الناس. الزيوت المهدرجه برضو تقريبا في نفس الوقت في حدود السبعينات من القرن اللي فات مم. ابتدت رؤوس الأموال تخش البيزنس، المصالح ابتدى ياخدوا الزيت ويهدرجوه يسمنوه يعملوه سمنة. ايوه. وابتدت تطلع الدعاية بقى ده سمنة نباتي بديل خفيفة على يعني. المعدة بديل اه. عن السمنة الحيواني. مم.
ابتدينا نجني الآثار امتى؟ بعد مرور 50 سنة ابتدت تبان. ابتدت من سنة 2010 2015 مستوى الالتهابات في الأجسام تزيد. ابتدت مستوى الالتهابات اما زادت الأورام، زادت مشاكل القلب والشرايين، أمراض القلب الوعائية، زادت الأمراض المناعية. كل ده ليه؟ لأن أنا بعدت عن الدسم الحيواني الطبيعي شغل ربنا، واتعملت على الدسم الحيواني دعاية سلبية ايوه مغرضة. ارتفاع الكوليسترول والسمنه وحاجات بالظبط. كتير. وارتفاع الكوليسترول هو أصلا مش من الإنتاج، مش من الأكل، امال من ايه؟ من الجسم؟ لا، من الجسم. اما بيحصل التهابات في الجسم، الميكانيزم الطبيعي اللي الله القدير حطه جوه الجسم انه يخلي الكبد ينتج ال دي ال، اللي هو اللي بيسمى خطأ الكوليسترول الوحش، لان ده من اكفأ مضادات الالتهاب. فابتدى اما الجسم يكون فيه التهاب، الكبد يضطر ينتج ال دي ال عالي، يبقى ال دي ال عالي. انا لما باخد ادويه علشان اخفض ده بسيب الالتهابات تمرع. طب ضيعت يعني معنى كده انه في كلام، في مدرسه دلوقتي بتتجه لانه ما ناخدش ادويه الكوليسترول. خلي بتوع امراض القلب هم اللي يقولوا الجمله دي، هم ادرى. انما انا كتغذيه رايي ان انا اكافح الالتهاب. ازاي اكافح؟ تقوم الامور تتعدل. اخد مضادات الالتهاب اللي ربنا وجدها برضه، لان ربنا ما عملش حاجه ناقصه عشان انا اجي اكملها له. صحيح. انا عندي في الاغذيه مضادات الالتهاب كتيره جدا. زي ايه يا دكتور؟ كل ما هو خضروات وفواكه طازجه، بس تحديدا الخضروات اللي هي التي تؤكل طازجه، اللي هي مفردات السلطه الخضراء، ده نمره واحد، فيها مضادات التهاب. في عندنا كمان الكركم، في مضادات التهاب. عندنا الجنزبيل والقرفه والقرنفل، في مضادات التهاب. عندنا زيت الزيتون، في مضادات التهاب. عندنا اللبان الذكر العماني او اليمني او الحبشي، في مضادات التهاب قوية جدا. فعايز اقول مضادات الالتهاب ربنا مش مخلي في جهد يعني، ما مدينا كتير. بس بتكون المشكلة بتيجي منين؟ انا اصلي ما بحبش كذا، انا اصلي بحب كذا، اقوم نازل فيه بايدي ورجلي. حبيبي الله لم يخلق شيء صدفة، ما خلقش حاجة ملهاش لازمة. صحيح. انا اللي بستميل نفسي ناحية حاجات خطأ وابعد عن حاجات برضو خطأ. لنا أسوة حسنة في الآتي: الله القدير الرائع اما جاب الخضروات في الشتاء، جابها لي خضروات نشوية عشان هو عارف ان الجو ساقع. اللي هو البطاطا، بسلة والبطاطس والبطاطا والقلقاس والبنجر واللفت والجزر. واما جاب الخضروات بتاعت الصيف، معظمها ميه وفيتامينات ومعادن عاليه. ليه؟ عشان الصيف حر، وفي نفس الوقت مع الحراره الميكروبات تنمو بشيء، علشان كده كان لازم يجيب لي فيتامينات ومعادن تغطي. فعايز اقول ان اعيش موسمي، اكل الشيء اللي ربنا جايبه في وقته، حتى يحدث توافق ما بين الجسم وما بين البيئة المحيطة اللي حواليه. من هنا يتم دعم المناعة. احنا كنا لسه هنتكلم على المناعة. يعني دلوقتي كل الأمهات بتشتكي، يعني ولادهم النهارده يجي لهم برد، بعد شويه يومين ويجي لهم برد، مش عارفه مغص، قيء، يعني طول الوقت الولاد تعبانين. دي الشكوى الرئيسيه. فما بتروح للدكتور يقول لها المناعه قليله او مناعه ضعيف، بيديها شويه ادويه لرفع المناعه. طبعا انا عارفه ان حضرتك مع مدرسه الاشياء الطبيعيه، كل حاجه العوده الى الطبيعه طبعا. فايه اللي بيرفع بقى المناعه للاطفال والكبار؟ قصد حضرتك يدعم المناعه او يدعم المناعه، لان زياده المناعه خطر ونقصها خطر. صحيح. اساتذه المناعه هم اللي قالوا هذا الكلام، يعني اتعلمنا منهم. الحاجات اللي بتدعم المناعه عندنا حاجات كتيره جدا. احنا عندنا اغذيه بنسميها الاغذيه الوظيفيه، بتخش الجسم
لها مفعول، مش عايز اقول السحر لانها منة الهية. احنا عندنا على سبيل المثال في مصر هيرودوت 400 قبل الميلاد قال: عجبت للمصريون كيف يمرضون ولديهم البصل والثوم والليمون. انا ربنا مديني ده حاجة رائعة جدا. انا عندي الثوم مضاد التهاب، الثوم ضابط لضغط الدم، الثوم مضاد اورام، وده مش احنا اللي بنقول، ده الدنيا كلها بتقول والابحاث كلها بتقول. الثوم ضابط لكوليسترول ودهون الدم وامان الاوعيه الشرايين يعني. طبعا عايز ايه ده طب توم. قبل ما نخلص اتفضلي. التوم حضرتك قلت انه ما ني ينفعش يناكله بحاله، يعني مره واحده، يعني الفص بحاله لازم قصدي حضرتك ندقه او نفرمه. قصدي حضرتك ما ينفعش ابلعه صحيح. بالظبط. طبعا مش المعده مش هتمتص المواد الفعاله اللي جواه عبر الغلاف اللميع بتاعه، لازم يتندغ او يتدق. طب كده بينزل الزيوت بقى بتاعته زيت الطيار اسمه أليسن اللي موجود جوه الثوم، ده زيت مناعي رائع للغايه. بس بنقول للناس من فضلكم لازم علشان ناخد شويه ثوم محترمين يبقوا علاجيين ووقائيين بناخد شويه كويسين. الشويه الكويسين دول لو خدتهم على معده فاضيه هيخرمها. طبعا يجيب قرحه على طول. يعني لازم تاكلهم مع اكل. يعني نحطهم على السلطه، نحط على السلطه، نحط على الطماطم المخلله ام توم وكمون، بدنجان المخلل، بدنجان العروس المخلل، برافو عليكي، اللي بيتسلق ويتفتح من النص ويتحط فيه توم وفلفل، تحفه. احطه على سلطه الالبان المتخمره، سلطه الزبادي او سلطه الرايب، احطه كدريسنج على سلطه البقول. وفي كلام جديد على ان من المستحسن صحيا ادماج نوع سلطه بقول بجانب السلطه الخضراء، لان البقول مصدر جيد للفوسفور، مصدر للبروتين رخيص التكلفه، مصدر للالياف بنوعها القابله للذوبان في الماء وغير القابله للذوبان في الماء. قابله للذوبان في الماء اللي هي تديني احساس بالشبع، غير القابله للذوبان في الماء اللي هي بتامن لي القولون عشان احافظ على حجم فضلات جيد واخراج منتظم. كل ده كلام مهم للغايه. طبعا. فسلطه البقول بتعمل زي بنسلق شويه فاصوليا او شويه لوبيا او شويه حمص او اي حاجه، بيتسلقوا شويه ميه صغيرين على قدهم ويتحط عليهم دريسنج، شويه زيت زيتون عليهم، شعره ملح، شعره فلفل، 3-4 فصوص توم مدقوقين، عصير ليمونه او ليمونتين، تتقلب عليها. طعمها بيبقى رائع للغايه وصحيه جدا ومناعيه جدا وغذاء مسلوق، لان البقول ينبغي ان تسلق غير لا تقلى، وده الغلط بتاعنا. احنا بنقلي البقول. طعميه. الطعميه موجوده لوحه جداريه في مقبره الوزير، مش فاكر اسمه ايه، فرعوني يعني. كان عاملين له في المقبره بتاعته الجداريه، عاملين الطعميه زي بقك كده. يعني الطعميه من ايام الفراعنه؟ طبعا. الطعميه من بعد الفراعنه خدوها البيزنطيين والاقباط ومش عارف ايه. الطعميه باللغه القبطيه يعني فلافل. فلافل فعلا. فلافل. الاسكندرانيه بيقولوا فلافل. يعني ايه فلافل؟ ذات الفول الكثير. يبقى انا لما اروح لدول اخرى بتعمل الطعميه من الحمص ما يتقالش عليها فلافل، ما تبقاش دي الفلافل. صحيح. الطعميه بتاعتنا، صح، بتاعت مصر. طيب بس كانوا بيخبزوا الطعميه، مش بيقلوها. لا ما بتتقليش، عشان كده بيحافظوا على صحتهم. طبعا بيحافظوا على لان العالم لم يعرف القلي الا من 100 سنه اما ابتدى يحصل انتاج زيوت. كل كلمه بتقولها بتطلع 20 سؤال. انا بقى عندي اسئله. عينيا، اتفضلي. السؤال بتاع الالبان والحاجات المتخمره، الزبادي، وحضرتك بتقول نحط عليها الثوم وكده. السلطه الالبان المتخمره بيبقى زبادي او رايب. جاب 3-4 فصوص ثوم يتدقوا،
خياره تتبشر شعره ريحان. طيب تبقى المدرسة اللي عمالة تطلع دلوقتي وعمالة تقول اللبن مؤذي للجهاز الهضمي، مؤذي للإنسان، وإن اللبن ده يعني جاموسي أو بقري لولاد الجاموسة أو البقرة، وإن الإنسان معدته مش مؤهلة أصلا تهضم اللبن. حضرتك شايف الكلام ده إيه؟ طب يعني 10 ولا 12 ألف سنة الناس كانت بتهضم الألبان، جات النهاردة في الفترة الأخيرة دي حد عمل لهم عمل علشان ما يهضموهاش؟ طب ده معناه إيه؟ ناخد كلمة مؤذي يا أستاذة ونسيب موضوع للجاموس أو البقرة. تمام. مؤذي لمن لديه حساسية لاكتوز أو حساسية كازين، يعني الإنسان المريض اللي ما يقدرش يحتمل الحاجة دي. إنما بقية البشر ما ادالهاش ليه؟ حضرتك دي مثال صغير، برضو الأبحاث اللي قالته مش إحنا مجرد بنقرا الأبحاث بتقول إيه وبنقوله للناس. اللي مش عاجبه مش لازم يسمع، الله الغني يعني، بس الأبحاث المحترمة ما نقدرش نغفل كلامها. كل خلية ليها جدار، جدار الخلية محتاج مغذيات عشان يبقى جدار جيد وسليم. من ضمن المغذيات اللي جدر الخلايا محتاجاها 3 أحماض دهنية. من ضمن ال3 دول في حمض دهني اسمه C15. الC15 مش موجود إلا في دسم الألبان. طيب أنا لو ما خدتش ألبان ودسمها هجيب أنا الC15 ده منين؟ يعني إيه سلامة جدار الخلية؟ يعني ببساطة شديدة أنا كده هو بفتح الباب لضعف الخلية وجدارها، يعني أورام. صحيح. طب يعني شوف يا فندم، أنا أقول لحضرتك كلام من الآخر. اللي بيديني اللبن الفلاح، صحيح. لبن كامل الدسم الجاموسي، فاللي بيكسب مني الفلاح زي بالظبط ما بيديني الزبدة والسمنة. إنما أما دخلت رؤوس أموال بقى في لبن اللوز ولبن فول الصويا جوز ولبن الهند. الجوز الهند ولبن قلة الحياة، معلش دي بزنس، صحيح. دي شركات محترمة، ناس عظيمة جدا، ف... عايزة تسيب الفلاح ياخد $1 ولا الجنيه منها؟ لا آسف طبعا. طبعا. لازم أطلع دعاية قد كده. امتى الكلام ده يكون سليم؟ اما اقول بيأذي بعض الناس اللي عندها حساسيه من الحاجات دي. زي الجلوتون لما حضرتك زي ما بتقول. بالظبط بالظبط كده. طيب اتفضلي. الجزء بتاع الحاجات بقى القلي، هنيجي نتكلم على حاجات بقت لا غنى عنها في البيت المصري. اتفضلي. الميكروويف، الاير فراير، الحاجات دي الحاجتين دول تحديدا مفيش بيتنا يخلو منهم دلوقتي، بقت لدرجة العروسة أول حاجة بتجيبها في الجهاز. إيه رأيك فيهم؟ والله يا فندم كان في اعلان في التلفزيون زمان على نوع ملبس بونبوني، كان زمان قوي ايام انا يعني من 40-50 سنه. كان الاعلان بيطلع فيه اغنيه لطيفه كده: انا لا عايزه ثلاجه ولا بوتاجاز، انا اعيش معاك على لمبه جاز. ما اعرفش انتوا ما تفتكروش الحاجات دي، انتوا صغيرين في السن. يعني ايه ما فيش بيت ما فيهوش مايكروويف ولا ما فيش اير فراير؟ والله ده في ناس بتتخانق يعني. نادي قله ادب. لا يعني عايزة، يعني عايزين نعرف هل فيها فوائد ولا هي كلها مساوئ؟ ما نقدرش نقول ان كلها مساوئ، انما ما نقدرش نقول ان فيها فوائد. طبعا حضرتك الميكروويف كويس لايه والمين وامتى ومع ايه. ايوه. له مليون محاذير والكلام طلع عليه كتير بين المؤيد والمعارض ومش عارف. المايكرو ويفز، الموجات شديدة القصر، طول ما دي موجودة زي الموبايلات، بس الموبايلات بدل ما بيبقى موبايل كأنه 10 موبايل. شوفي الريز بتاعتهم بتعمل فيكي ايه. فانت لازم تتعاملي معاه بمحاذير شديدة. اولا في حاجات كتيرة قوي انا مش هقول على الحاجات اللي بتحط جواها وما بتحطش جواها، دي ناس اتكلمت فيها كتير وحذرت منها كتير، مش ناقص انا. انما ابسط حاجة، طول ما الميكرويف شغال وحضرتك جنبه انت بتأثري، ده ابسط شيء.
بتأثر طبعا بالموجات بالمايكروويفز. طبعا مم. طبعا. انت حضرتك طب انا منتظره هسيبه ايه؟ وامشي وهو يشتغل لوحده. اوكي خلاص خلاص. بس عايز اقول ايه، لازم نتعامل معاه بحذر. انما اما ما كانش موجود الميكروويف ما كانش ونسخن في فيه الفرن. المشكله دي، بس ما كانش فيه المشكله دي. بس حضرتك ليك كلام في انه العيش البلدي لما نسخنه على النار من فوق لا مش صحيح، ده سلوك مش صحيح. لو سبته يتحرق. لا لكن انا لا بسخنه كده، اللي هي بيقولوا بأمره يعني. بتأمر العيش. اه وانا بأمر العيش وانا اه صغير. بس اعمل ايه بقى؟ مم. بجيب الرغيف، يعني شايل العيش في الديب فريزر. مم. بجيب الرغيف وبخه من البخاخه بتاع المكوى، بخه في الوش ده بخه واحده، مش هغطسه. بخه في الوش ده وبخه في الوش ده، وعلى نار هاديه، واحطه مم. والفه باستمرار، ايدي فيه باستمرار. النار هتيجي على بخار الميه مش على العيش نفسه. هيتسخن العيش تسخين طبيعي، هتاخد الرغيف كأنك لسه شاريه من الفرن. لا لحق يكون كربون ولا استنى مجمد. صحيح. فتعتبر دي الطريقة الأسلم للي عايز يسخن بسرعة. أما اللي مش عايز يسخن بسرعة برضه يبخه ويحطه في الفرن ويقفل عليه، سواء فرن كهرباء ولا فرن مش عارف ايه بوتاجاز ولا اي الفرن حاجة. بلاش الميكروويف. الفرن عادي. الفرن حضرتك بتسوي بالحرارة مش اه مش بالموجات الكهرباء، مش بالموجات شديدة. طب والاير فراير؟ الاير فراير مش وحش اذا استخدم مرة واحدة في الاسبوع. مرة واحدة في الاسبوع. ليه بقى يا استاذ؟ الاير فراير قلي بالهواء، يعني خبز. اما حضرتك تحطي حاجة في الفرن لو استنيتي عليها شوية هتبتدي تغمق. صح. يعني ايه غمقت؟ يعني كونت كربون. طبعا. والكربون كارسينوجينيك، مسرطن، صورة من صور الأورام. طب أنا عليا بإيه يا جماعة؟ أنا عليا بإيه؟ أصل الإير فراير جميل هو لا هو بس بيقلل الزيوت. لا سيب موضوع السرعة. بيقلل الزيوت. ده صحيح. كويس. بس عشان يبقى كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لا أنا كده بجمع كمية كربون قد كده. وأحدث الكلام إن جميع طرق الطهي صحية. لا ينبغي الاعتماد على طريقة واحدة. يعني يوم سلق، يوم مسبك، يوم ني، يوم مخبوز، يوم مقلي ما جراش حاجة، يوم كذا، يوم مشوي، وارجع الطابور من أوله. لأن لكل طريقة إيجابيات وسلبيات. يعني عشان تجمع ما بين كل الطرق، وعشان يعني ننوع. وانت حضرتك الصادقة عشان ما نكويش بنار طريقة من الطرق، لأن كل طريقة ليها سلبياتها. يعني السلق حضرتك انت بتخسري المعادن. طبعا مريض الفشل الكلوي اما نفسه بتروح لشويه خضار، بنسلق له الخضار ونرمي الميه عشان نشيل البوتاسيوم ونشيل الفوسفور ونشيل مش عارف الحاجات دي، لانها مشكله على الكلى لانه مسكين بيغسل. صحيح. ولذلك انا لما بسلق اي حاجه المعادن، جزء كبير من المعادن زائد الفيتامينات الذوابه في الميه بتنزل مع الميه، فانا بخسرها. طريقه خفيفه ولطيفه، بس صليت صلاه الجنازه على المعادن. المسبك وحش، بيكون مركبات معقده، بس في ايجابيه خطيره اللي هي بيركز مركب اللايكوبين، وده مضاد لسرطان الثدي عند الاناث والبروستاتا عند الرجال. بيركز الماده دي وده شيء كويس. اللي هي موجوده في الطماطم بتبقى الصوص مركز بالتسبيك. كنت اتكلمنا في الاول، كنا بنتكلم مع بعض على حوالين سرطان الثدي. ايوه. واحنا شايفين ان الاحصائيات كلها بتقول ان مصر يعني من كل 8 سيدات في سيده بتصاب بسرطان الثدي. تفتكر المصريات او في مصر السيدات المصريات ايه اسباب انتشار سرطان الثدي؟ ده ليه علاقه بالتغذيه؟ طبعا. ليه؟ هو له علاقه بحاجات كتيره جدا. من ضمن التغذيه ان في اغذيه هي ما بتاخدهاش اللي بتدي وقايه من اورام الثدي. ابسط حاجه التوم. يعني ما فيش ست ما بتاكلش توم. لا التوم الني. لا التوم الني مش اللي مقلي في. لا ولا له لازمه، ده كده خلاص، ده يتعمل طشه ملوخيه. ده احنا طار الزيت الطيار بتاعه هو الزيت اللي انا عايزه. لان الجزء العلاجي في التوم هو الزيت الطيار، زيت الاليسن.
التوم اللي بيتجاب في بدايه الموسم ونفرمه ونحطه في الديب فريزر، ده وحش. ده لطشه الملوخيه ولا له لازمه. ده حضرتك احنا ده خسرناه يعني خلاص. التوم الفريش هو التوم الافضل. اللي انا افصصه فص بايدي كل يوم، هو ده اللي المظبوط. البصل جوه السلطه، الاكل المتوازن، الاكل اللي موجود من بره مليان سلبيات. الجانك فود والحاجات دي. احنا ما كناش بنسمع عن الكلام ده زمان. في جماعه اخواننا اساتذه علوم البيئه لقوا ان هناك ارتباط ما بين تناول الملبوسات خصوصا الداخليه الصناعي وما بين زياده الاصابه باورام الثدي. النهارده معظم الملبوسات الداخليه الحريمي الجزء العلوي صناعي، وغيرها وغيرها وغيرها. فعايز اقول لحضرتك ينبغي ان الانسان يعيش متوافقا مع بيئته، اذا، وده كان سؤال حضرتك الرائع، اذا كان بيدور على دعم مناعي حقيقي يحيا متوافقا مع البيئه. البيئه ربنا ما خلقليش فيها كيمياء الا الكيمياء الحيوي اللي جوايا او الكيمياء الحيوي اللي جوه النبات. انما انا اركب كيمياء جوه معمل وادخلها جوه الاكل، اصل دي مواد حافظه، دي مواد مانعه للتزنخ، دي ملونات، دي مكسبات نكهه، دي مثبتات قوام، وابتدي افتكس واخد اعمل لنفسي مصايب. طبعا. نرجع للي ربنا عمله. طيب كنت اتكلمت عن موضوع ال ان الواحد لازم يعمل شويه عادات كده، من ضمنها ان انا امشي حافيه الصبح. مظبوط. نكلمنا بقى عن ساعات. تمام، سؤال حضرتك رائع، اشكرك جدا عليه. ساعات احنا مننا محاطين او بنحيط روحنا بكل ما هو صناعي وكل ما هو منتجات بتروكيماويات وكل ما هو يسبب لينا كهرباء استاتيكية تخزن جوه جسمنا. الملبوسات الصناعي، الموكات، الدهانات الصناعي اللي جوه البيوت، التلوث الكهرومغناطيسي، وغيره وغيره وغيره. كل ده بيعمل لنا كهرباء استاتيكية في الجسم، بدليل ان ساعات لما نيجي نسلم على بعض يحصل شارز. بالظبط كده. فلازم انا افرغ الكهرباء ديت، ووجودها في جسمي ما ينفعش تستنى كتير. علشان كده في كلام برضو اساتذه علوم البيئه قالوا يا ريت يا جماعه من فضلكم، يا ريت نمشي حافيين نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل. اما القصد انها على حاجه تفرغ الكهرباء، اما تراب، اسمنت، سوري، نجيله، سيراميك، بلاط، رخام، اي حاجه، بس مش حاجه عازله. ما ينفعش لا خشب ولا باركيه ولا موكيت ولا فينيل ولا. فده بيبقى شيء لطيف، نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل. طيب لو قلت انه ان كل منطقه جغرافيه التنوع الجغرافي وعلاقته بالغذاء، يعني مثلا في مصر احنا معدتنا بيقولوا عليها تهضم الزلط، دايما يقولوا الكلمه دي على المصريين. تاكل الفول ما يحصلكش حاجه، تاكل الطعميه، تاكل الكشري، تاكل الاكلات الشعبيه بتاعتنا الحلوه دي. لكن لو جه حد من بره، حد اجنبي مش واخد على الاكل ده، ما يعرفش يهضم هذا الاكل. ده كلام صحيح؟ يعني البيئه او وجودك في المكان نفسه ليه علاقه بنوع الاكل اللي انت بتاكله؟ صحيح بنسبه 100%، واشكر ايضا حضرتك على هذا الطرح. اما حضرتك تيجي راجعه من بره تخش الاجواء المصريه تلاقي غيم، تيجي تقول يوه رجعنا بقى للتراب. احنا مش فاهمين ان التراب ده نعمه، لان الغيم ده جاي من التراب، والتراب جاي من كيما الارض السوداء اللي هي دول حوض النيل. التراب او الطمي تجود فيه زراعه بعض انواع من النباتات اللي هي تناسب درجه حرارتنا، نوع الميكروبات الموجوده في بيئتنا، جيناتنا، وده سؤال حضرتك، الموروثة عبر أجيال طويلة، نمط حياتنا اليومي.
المجتمعات الغربية ياكلوا مقليات، هو عنده الحرارة 0، أنا عندي الحرارة 40، أنا آكل مقليات أعمل بيها إيه؟ إحنا بقالنا 10,000 سنة بناكل فول وبقول. مصر القديمة كان فيها 42 صنف من الفول، أو بالأحرى عشان يكون الكلام دقيق ويفهم مظبوط 42 طريقة إعداد فول. ده حتى الفول المدشوش اللي احنا معلوماتنا نعرفه علشان يتعمل بيه الطعمية، ده صحيح، بيتعمل بيه الطعمية وبصورة تقريبا، وبيتعمل بيه البصارة، وبيتعمل بيه بيسووه مع صوص طماطم كأنه ويتقلب على الرز. ليه طقيس لا لا لا، ده شغل. وحاجات. احنا الفول نفس القصة، وعندنا احنا يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي بناكل فول بالبيض. مم. لا يعني يا يعني جماعة ده ليه علاقة طبعا فعلا بيئية، وده نقطة مهمة جدا. مم. ودي النصيحة اللي وجهت ابتدت تطلع الأيام الأخيرة، ابتدينا نكتشفها. كل أغذيتك التقليدية تصح، ما تنقلش أنصاف الثقافات، ما تاكلش غذاء من بره. عشان كده الجانك فود عامل معانا مشاكل كبيرة جدا. طبعا عندما نقلنا أنصاف الثقافات يا فندم ابتدت تتفاقم الأمراض المزمنة. ده مش بتاعنا. وبعدين ربنا لم يخلق مجتمع ناقص فيه حاجة، ما ظلمش حد. أما بكون بره في مؤتمر مثلا ولا حاجة، بالذات المنطقة الشرقية، يعني شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، هم عندهم هناك أصناف فاكهة وخضار أنا ما أعرفش شكلها إيه. صحيح. مش ما أعرفش اسمها ولا طعمها، ما أعرفش شكلها حتى، أول مرة أشوفها. أكون مثلا أنت عارفة في البريك بين أي جلسة، ما بين في مؤتمر يعني بيبقى فيه زي بريك أو لانش أو أوبن بوفيه أو حاجة كده. باجي خارج أنا ببص على البوفيه، أنا ما أعرفش حاجة فيه، أخد إيه؟ مش عارف حاجة. مش عارف دي مسكرة ولا حادقة ولا ايه. بالظبط. دي بتتاكل بايه؟ بالايد ولا بالرجل ولا بالعين حاجه يعني أنا مش فاهم حاجه. حتى لدرجه ان الناس الحضور ببقى انا مثلا جوه ايه يعني مصدعهم، ينبغي ولا بد، ما انا قاعد بقى عامل فيها جوه، فبسمعهم بيتودودوا. استنى نشوف هياخد هو دكتور ايه. مجدي ياكل ايه. ما انا قاعد جوه عامل لهم علشان ان انا عايزين بفهم. نشوف الدكتور التغذية ياخد ايه. بالظبط كده. فانا بقى اقول يعني يا ربي اخد، يعني مش فاهم حاجه، مش عارف. فحاجه كده جوايا، يعني ليه يا رب حرمتنا من الحاجات العظيمه الجميله دي في مصر؟ برضه احنا غلابه يعني. لقيت برضه حاجه جوايا في نفس الوقت، تأدبوا. انا واجد لكم المعادن اللي موجوده في ميه النيل وموجوده حوالين النيل عندكم في مصر في الارض السوداء، هم ما عندهمش. عشان كده انا ما ظلمتش حد. صحيح. فهي دي الحقيقه يا فندم. هناك على سبيل المثال انا بدوخ على الليمون والثوم ما بلاقوش، انما اما ربنا جابهم لنا هنا، جابهم لنا عشان الارض السوداء اللي بتكتر فيها التهابات اللوز. احنا مش فاهمين. صحيح. احنا مشكلتنا يا فندم ان بعد ما كنا مؤدبين ووشنا جوه وظهرنا لبره، لفينا بنا وشنا بره. بقى وشنا بره وظهرنا جوه البيت. حتى لدرجه انا دايما بقول يا جماعه مطبخ بيتنا اللي صارفين عليه مئات الالوف ده مش تديكور يا جماعه. نطبخ بقى. بنطبخ نشتغل، اسمنا هنعمل ايه مش هنجيب ايه. صح. فعايز اقول، وبرضه بقول برضه لمن لديه عقل فليفهم. اللي بيعمل الاكل جوه البيت يعرفني فهيكون حريص عليا. اللي بيعمل الاكل بره البيت يعرف الجنيه، ما يعرفنيش انا. اعمل حاجة طعمها business. حلو وخلاص. ده بيزنس. طيب لو قلت انه الغذاء داخل في كل حاجة طبعا. واهم حاجة. طيب في حاجتين، في مدرسة بتقول انه المعدة بيت الداء. مظبوط. اذا يعني كل الامراض اللي بتجيلنا
مصدرها معدتنا، ده كلام صح ولا لا؟ الى حد كبير، انا ما نقدرش طبعا نعمم مش كله يعني، مم. لان في طبعا مشاكل تانية بتيجي نتيجة عدوى تنفسية، نتيجة حاجات كتيرة يعني. مم. انما مش دي النقطة، انما خلينا نقول ان جانب كبير من المشاكل اللي بتحصل لنا نتيجة سوء سلوكنا مع الاكل والشرب، اما بالزيادة او بالنقص مم. او بالغريب مم. اللي ما يعرفوش. اللي مش على متناسب سبيل معانا. المثال، مم. بالظبط على سبيل المثال القرنبيط غذاء رائع جدا، ربنا جابه لي، جاب بره شاكلته بالظبط بنفس خصائصه وفوائده. البروكلي، البروكلي. اروح انا اجيب البروكلي ليه؟ ولا هو الشيخ البعيد هو اللي سره باتع؟ نفهم بقى، نحترم نفسنا بقى. يعني ده محتاج معدة مختلفة عن المعدة. مصري جيناته هنا، مم. بالدليل القطع. ايضا الجانسينج اللي موجود في الصين وكوريا وبنجيبه بارقام. مم. طب ما احنا ربنا جايب لنا هنا راس الفجل، هم ما عندهمش راس الفجل، ايه نفس التركيب بس نسب. الشيخ البعيد هو اللي سره باتع، هي دي لا، المشكله. والحاجات انت عارف المستورد، يعني لازم نحس ان احنا. هي دي المشكله، هي دي المشكله. طيب، في كلام بيقول انه ان الغذاء بيحدد نوع الجنين. يعني تاكل بيض فالولد يطلع ولد، والست حامل تاكل بعض الاكلات تطلع بنت. ده كلام صح؟ والله يا فندم انا باحث، والباحث ملوش راي، بياخد راي الابحاث. مم. في النهارده الابحاث من كتر ما شفنا، انا عجوز، انا بقالي 40 سنه بشتغل تثقيف غذائي، وعشان كده بقالي 40 سنه بذاكر. كل يوم انا ليا 4 ساعات قرايه مذاكره علشان اشوف الجديد. انا اكتشفت ان في ابحاث مموله لمصالح ناس ومصالح شركات ورؤوس اموال، وفي ابحاث بتخرج من جهات محترمه، جهات علميه. ولذلك الابحاث النهارده اي بحث جديد لازم الف حواليه كده، اشوف مين الداعم، مين الممول، بيرمي لايه. لقيته مصروف عليه، خلاص ده مش بتاعنا، ده يروح لاصحاب نصيبه يعني، وربنا يوسع الجميع. احنا عايزين الكل يستفاد براحتهم. انما انا مش هطلع اقول للناس كلمه الا لما تكون جايه من بحث خارج من حته علميه محترمه. الابحاث اللي خارجه من جهات علميه محترمه ما قالتش هذا الكلام. قد يكون الكلام ده مظبوط، بس جايز يبان بعدين، جايز دول علماء متقدمين واحنا اللي مش فاهمين. انما اسمحي لي، بالمنطق الكلام ده غير منطقي اطلاقا. مفيش كده، مفيش كده، ده غير منطقي. انما ندعي جايز. طيب، لو قلت يعني نظام الاكل بيحدد نوع الجنين، الاكل بيتحدد على حسب فصيله دم الانسان، الكلام ده انا سمعته كتير جدا. طب واللي في كده دلوقتي في ثورة في العودة إلى الشباب أو استعادة الشباب. طيب، دي عن طريق بعض المواد أو بعض الحاجات اللي بيتم حقنها، سواء حقن في الوريد يعني، وكانت قال عليها اسم الناد، ودي منتشرة على مستوى العالم وبدأت تنتشر في مصر. طيب، لو احنا باعتبارك في التثقيف الغذائي، هل في حاجات بتعيد الشباب طبعا، أو تساعد على الشباب أو الحفاظ على الشبابيه؟ الحفاظ على الشباب. طبعا، ربنا ما عملش حاجه ناقصه، بس احنا دايما بندور على السكه الاسهل اللي يعني اللي بندفع فيها فلوس. بالظبط بالظبط. لو خدنا غذائنا متوازنا، مفيش حاجه اسمها ان انا ما اكلهاش في موسمها. زي زمان ما كانش فيه ديب فريزر فخم ضخم محترم كده، جنرال الكتريك ب 150,000 جنيه. كان يا دوبك التلاجة إن وجدت، فكان الناس تنزل السوق تجيب الخضار، تروح تطبخه مع حتة اللحمة ولا ربع الفرخة ولا السمكية ولا مش عارف ايه، وبناكله. فبياكلوا خضار الموسم طازة لأنه مش متخزن ولا مجمد،
مفيش حاجه اسمها انا ما بحبش كذا، هو المنيو النهارده كده. مم. العيل يخش لامه جعان يا ماما، تقول له حاضر يا حبيبي اما الاكل يخلص، مش انت اجيب لك ايه لغايه ما الاكل يخلص. لحد ما الاكل يخلص. أم، فده شيء تاني. ما كانش في حاجه اسمها باكل حاجه بره موسمها، باكل حاجه على كيفي انا، لا، باكل المتاح تبع المنيو بتاع البيت. الشيء الثالث، الوجبه بتبقى مجمعه، الناس بتاكل مع بعض. ناس تاكل مع بعض. يعني ايه وجبه مجمعه؟ يعني البورش بتاع كل واحد ده جرعته كده، ده جرعه، فبرضه كميه الاستهلاك مقننه. الوجبه لازم يكون فيها رز وخضار مطهي وسلطه خضراء واللحمه ولا مش عارف ايه، وممكن يحلوا ببرتقانه او صباع موز. النهارده الناس بتتعامل مع الفاكهه كوجبه عشاء. ده صحيح. تقول لك ده انا ما بتعشاش، انا باكل فاكهه بس، ونسيت ان هي ربعت على برنيكه الجوافه كانت نصها. لا معلش، الواحد بيشوف كتير. مم. تقول لك مش عارف انا بتخن ليه. ياما ما الفاكهه كلها سكر، الناس صحيح. مش فاهمه. مم. احنا اللي شزينا كنوع وككميه وكموسم، وفي اكل رفضناه. كان زمان اما الطفل يقول لامه انا مش عايز دي، تقول له خلاص كل بعضك. الاكسبريشن ده كان يقال، اللي ياكل على ضرسه ينفع لا. نفسه بالظبط كده. النهارده لا، انا مش عايز كذا، طب اجيب لك ايه يا حبيبي؟ فقدنا القياده جوه البيت. من هنا ابتدت تخش ضعف المناعه. وعشان كده بقول لحضرتك انا عايش شبابيه، لازم امشي بالاكل المظبوط، لازم وجبتي تكون متكامله، لازم وجبتي تكون موسميه، لازم في المواعيد المنطقيه. اللي هي ايه المنطقيه؟ الفطار قرب الفجر، العشاء مع العشاء، قبل الغدا الظل. الغدا ما الشمس تبقى في نص السماء. مم. النهارده بياكلوا في الناس يعني الصبح. بيتعشوا الفجر بعد السهره، مم. او بعد ما يرجعوا اسم الله عليهم، مم. ويفطروا بعد اذان الظهر، صحيح. بس بيصحى الساعه 11 و12. مم. طب وبعدين؟ اصل انا لا، الصبح باخد فنجان النسكافيه وهو سطل. عايز اقول لحضرتك النمط اختلف. عايز صحه جيده، عايز شبابيه لاطول وقت ممكن، عيش مع الشمس، اشرب ميه، ارجع احترم الميه زي ما كانت، ابعد عن كل ما هو سابق التصنيع، ابعد عن الكيمياء المخلقه، اعتمد على الاكل الطبيعي. مفيش حاجه تسيبها وانت نكب على حاجه تانية. كل الغذاء في الموسم بتاعه، على قد ما تقدر ابعد عن صور التلوث. ايه صور التلوث؟ الشامبوهات، البلاسم، الميك اب، كل ده انا بدخل كيمياء جوه جسمي. طب نعمل ايه؟ والله ما عنديش فكره تعملي ايه. بيتقال لي طب ايه البديل؟ انا مش فاتح محل، ما اعرفش البديل ايه. انا عليا اقول لك المعلومه اللي انا عرفتها. ما تنسيش حضرتك ان الشامبو ده كيمياء تخش جوه فروه الراس، هنا مسام. يعني مش انا اللي قلت كده، ومش انا اللي خالق فروه طب ما الراس، ده ربنا. في شامبوهات خاليه من السلفيد والحاجات اللي هي المواد حضرتك فيها مركبات كيماويه تانية. هو كان افضلهم صابونه زيت الزيتون، مم. هي دي الامان. النهارده شكوى دايما بنسمعها، يا دكتور كل جبدة مشط بطلع شعر قد كده جوه، صحيح. وانا واقفه بستحمى صفايه البانيو بتتسد من الشعر. طب اوكي، انت عايز انا اعمل لك ايه؟ انا كويس اني بقول لك المعلومه، ونشكر ربنا ان ربنا عرفنا المعلومه فبنقولها للناس، وكل واحد حر. اما عشان انا اعيش زي ما انا عايز وارجع ادور، اصل بيقولوا فيه حقنه ما اعرفش ايه، اصل بيقولوا فيه مش عارف ايه بيتاخد ايه، احنا كده بنعمل كده. وهل الكلام ده سيف وآمن؟ ما ياما طلعوا حاجات لنقص الوزن وللدايتات، وده خدي الحقنة الفلانية، واللي جاله شلل في الأمعاء، واللي مات. واللي مات، وحاجات تقرف.
ما نحترم نفسنا. اتفضل. طيب سؤال مهم جدا اتفضل. عن تنظيف الكبد. في بعض الحاجات اللي بتطلع تقول حط مش عارفة كركم ولا حط جنزبيل وحط ديتوكس. تنظيف هل فعلا الكبد محتاج تنظيف ولا هو الكبد أصلا شغلته هي تنظيف الجسم من السموم؟ الكبد هو شغلته تنظيف الجسم من السموم وتحويل المواد السامة إلى مواد غير سامة. دي وظيفة من مئات الوظائف بتاع الكبد. إنما سؤال حضرتك برضو الجيد، حضرتك الكبد كل اللي هو طالبه مننا يا عيني عليه إن إحنا بس نرحمه شوية، نريحه. طب نريحه إزاي؟ نخف عنه كل ما هو كيمياء، لأن جسم الإنسان مش مصمم على إنه يتعامل مع الكيمياء. جسم الإنسان مصمم إنه يتعامل مع الحياة الطبيعية. وأنا دايما بقول لو أنا زوري واسع حبتين وبدل ما أكل حتة لحمة كلت كيلو، إيه اللي هيحصل؟ هتبقى ليلة ملهاش معالم، بايخة، بطني هتبقلل، هتتنفخ، جيلي تخمة، مش هعرف أهضم، مش هعرف أنام، بس أصحى الصبح اتأدبت خلاص، هتوب مش هعملها تاني، ما متش. إنما بدل ما آخد قرص الدواء لو اترحرحت وخدت الشريط كله، هاخد معاه تأشيرة للجنة. طبعا. إن ده الفرق ما بين الشغل الطبيعي شغل ربنا والكيميكال. والكيمياء والكيمياء اللي أنا عاملها. عشان كده بنقول للناس من فضلكم ارحموا الكبد من الكيماويات. كل ما بتعبي غذاء مصنع انت كده بتفتح 100 جبهة على الكبد لاستهلاكه، مقابل انك حرمه من الاغذية اللي بتدعمه، اللي هي ايه؟ ايوه. وده سؤال حضرتك الجيد جدا. نمرة واحد، كل ما هو اخضر ورقي، عشان في مغنيسيوم، عشان في بوتاسيوم، عشان في معادن مهمة جدا. مركب اسمه سيليمارين، ده موجود في الخرشوف. ثم من ضمن الحاجات الورقية الخضراء الشاي الأخضر. يعني ده بيعمل ديتوكس للكبد الشاي الأخضر مع شربي للمية، مع ان انا اخف الحمل، مش اللي انا ببنيه بالشمال في الكبد اهده بخبطة في اليمين. طول ما انا بنزل رزعي فيه، طول ما انا بستهلكه. دي نقطة مهمة جدا. يبقى اشرب مية كويس، اعتمد على كل ما هو طبيعي واتجنب اي كيمياء ادخلها عليه، اخف شوية تناول الدهون، ما تبقاش بجرعة عالية لان الكبد بيقع عليه عبء التعامل مع المواد الدهنية. اخد المواد الخضروات الورقية الخضراء، اخد الخرشوف في الموسم بتاعه والشاي الاخضر من حين لاخر. طيب. وابطل التركيبات والافتكاسات والاختراعات والترندات، حطوا كذا على كذا ومش عارف يعملوا فيه كذا وبعد كده عزموا عليه كذا. دي اسمها قلة حياة. ونسينا تماما الانتر اكشن، التداخل التفاعلي. طبعا طبعا. انا ايش ضمني ان الحاجات دي تتفاعل مع طبعا؟ بعض فخلينا عاقلين يعني يا جماعه، وما طيب. نجريش ورا اي كلام. طب بمناسبة بقى الصيام واخر اتفضل. حاجة كل عام وانتم جميعا بخير يا فندم. طيب في الأنظمة الغذائية منها الصيام المتقطع. انت رأيك في الأنظمة الغذائية بشكل سريع كده، الكيتو والصيام المتقطع، و ايه الفرق ما بين الأنظمة دي؟ انت معاها او ضدها؟ وايه الفرق ما بين الصيام المتقطع والصيام بتاع رمضان؟ حضرتك طبعا، لا هو طبعا الفرق ما بين الصيام المتقطع وصيام رمضان هو ان في الصيام المتقطع انا بشرب ميه، وده شيء مهم جدا طبعا. برضو دراسات وضحت هذا الكلام، لان الميه احد وسائل الديتوكس، غسيل الجسم. خلينا نقول بالنسبه، طبعا ما فيش حاجه، احنا مع ان النظام الغذائي ينبغي ان يفصل تبع الفرد. يعني كل واحد طبعا فما فيش حاجه اسمها النظام الغذائي الفلاني ده كويس ولا وحش، لمين، للي طولها ايه، للي سنها ايه، للي نمط حياتها اليومي ايه، تاريخها الصحي ايه، يعني مش تاريخ كل الناس ليهم لا، مش نفس كده، النظام. مش كده خالص. ده شيء. الشيء التاني، هعتبر حضرتك بتسأليني على النظام الغذائي الرمضاني الأمثل. ايوه. بكل أسف احنا بسوء سلوكنا احنا بنحول الصيام من نعمة إلى نقمة. ربنا ما قالش كده يا جماعة.
ربنا دايما بينصحنا بما هو مفيد لينا. اليوم الرمضاني تاريخيا وجبتين، فطور وسحور. تطبيقيا وجبة واحدة ممتدة من الفطور لحد السحور، ما بتشالش. شال صنف يتحط اخوه، شال اخوه يتحط ابن خالته، شال ابن خالته لحد ما الفجر يقول الله اكبر. انما صحيا 4 وجبات. 4 وجبات. وعلى فكرة الآباء والأجداد هم كانوا بيعملوا كده، بس احنا مش واخدين بالنا. فطور تمهيدي وبعدها فطور رئيسي بعد نص ساعة، وهو ده اللي كان الأجداد بيعملوه. يكسر صيامه على حاجة خفيفة سوائل، أي حاجة، ويروح يصلي، يروح يكمل بقية تحضير الفطار، يعمل أي حاجة مش مهم. بعدها نص ساعة الفطار الرئيسي، يقوم بيخش على الفطور الرئيسي بغير نهم. ودي ميزة كبيرة لأنه كسر حدة الجوع. بعدها وجبة بينية، حاجة كده صغيرة بياخدها ما بين الفطور الرئيسي وما بين السحور. وعادة المفروض دي تكون فاكهة طازجة، بس طبعا رمضان وكل سنة واحنا بياكلوا طيبين، حلويات. ما أنا عارف الدنيا رمضان بقى والناس، فنخليها يوم مؤدبين ويوم حلويات شرقية، يوم فاكهة طازة ويوم حلويات شرقية. بس الفاكهة الطازة بحجم قبضة اليد، مش برنيكة، مش صباطة موز. ما هي دي المشكلة، صحيح. دي المشكلة بتاعتنا. ثم السحور، وجبة الفطور التمهيدي قاصرة على نوعين السوائل: الحساء الدافية هيئة جاهزة، وممكن مشروب سكري صغير كده لو واحد عجوز زي حالاتي، يبقى شوية كركديه، شوية مشمشية، قمر الدين، حاجات زي كده، حاجات خفافة. انما الشباب بقى صغيرين زي حضرتك وزي الشباب وكده هو ياخدوا اللي هم عايزينه. في الوجبة دي، وجبة الفطور الرئيسي في الحالة دي، انا هخش على وجبة الفطور هاكلها منطقية، حاجة تديني طاقة، نشويات مقبولة، ثم البروتينات المقبولة، مش صدر الوزة مثلا، ثم طبق سلامة العمليات الحيوية، السلطة الخضراء 5 ألوان، اللي عادة في الحياة العادية ما بيكونلهاش مكان على الترابيزة، لأن اللي بيجي عليها الضوء بالظبط كده. وإن كان ليها مكان على الترابيزة ما لهاش مكان في معدتي، لأن على بال ما جه عليها الدور خلاص أنا بقيت فل. إنما أما أخش على الوجبة دي بغير نهم، هاكل صح، معلقة من ده، معلقة من ده، معلقة من ده. وهنا يوم فاكهة طازجة بحجم قبضة اليد، ويوم حلويات شرقية حتة برضه، ابقى مؤدب حته قد كده واخدها وبعدها توب، على حسب انا عجوز خلاص احترم نفسك. انما صغيرين شباب ياكل اوكي. ثم وجبه السحور، بس كده بقى انا خدت وجبات متعدده حجم صغير، ابقى انا كده حافظت على صحتي. ومن ساعه ما المغرب يدا لحد قبل الفجر ما يقول الله اكبر، كل ساعه ميه 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 ميه، هو ده الصح. انا بص الكلام مش بينتهيش معاك، يعني تسلمي لو يا فندم، قعدت ده من من ذوق هنا حضرتك لغايه بس، بكره يعني مش هنقدر من ناخد، ذوق بس علشان حضرتك، وقتك بقى ربنا وكده. يكبر بخاطرك. يعني انا بشكرك على العفو يا على فندم، القعده العفو، الحلوه دي والكلام العفو يا فندم، المهم والمفيد العفو. اللي كل الناس اكيد هتستفيد منه. تسلمي يا فندم. بشكرك وبشكركم، وان شاء الله حلقه جديده من الإليكسير ودكتور جديد وحلقه جديده وملف جديد ان شاء الله طبي. شكرا.